السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا شوفوا معايا بقى فيديو المشروبات بتاعي. تعالوا بقى كده قبل ما الزيتون بقى خلاص هو كلها اسبوع 10 ايام مش هتلاقي زيتون. ده الزيتون هو مش تفاحي بس، بصوا ما شاء الله كبيره. ده عزيزي، انا بقالي كتير ما جبتوش. انا كنت بجيبه العزيزي ده، وكنت بجيب الارفع من كده. كنت بجيبه ايه يعني 2 كيلو كده ايه زياده. كنت بجيب الكيلو ب 20 جنيه، كيلو ب 60 جنيه بالعافيه. ده العزيزي تمام. بس ده كبير عامل زي التفاح. واحنا بننقط بقى يعني اي حاجه بايظه زي كده. لو حاجه بسيطه زي كده نشيلها بالسكينه، لو بايظه اكتر من كده بنشيلها خالص، لان لو واحده بايظه هتبوظ لك الزيتون كله. ماشي. ده كيلو ونص زيتون عزيزي اهو. بصوا عامل زي التفاح، كبير اهو، بسم الله ما شاء الله. يعني مش وحش، قليل قوي لو في واحده رفيعه. وجبت عندي ده زيتون اسود تفاحي. ده بقى تفاحي، بصوا كبير ازاي، ونفس السعر برضه. بنقض انا بقى الزيتون اللي بلاقيها فيها مخضره اكتر دي بنقلها بحطها هنا. تمام اهو زي كده، دي بحطها مع ده. وعندي جبت كيلو، ده برضو عامل 60 جنيه الكيلو برضو. وجبت عندي هنا كيلو، فلفل. دي لهريسة الشطة، هستخدم اللي هستخدمه، والباقي هشيله. طبعا انا مش هخلي الزيتون النهارده عشان كده انا نسيت الجزر، هعمله بكره ان شاء الله. وهوريكم بقى بكره هنعمل ايه مع بعض. هبدأ الأول معاكم، وهبدأ بده عشان ده بياخد وقت. بيتنقع في ملح ويتساب كده عليه حاجة. هوريكم هنعمل ايه بكرة إن شاء الله، عشان هو بيتساب كام يوم عقبال ما أخليه. وجبت كيلو ليمون، ده عصره. يعني هاخد القشر بتاعه وهقطع منه طرنشات وهعصر منه. ممكن أجيب كيلو كمان عليه لو ما كفاش إن شاء الله. وجبت شعرية، يعني شوية طلبات كده برضو ناقصة في البيت. تمام. ب 25 جنيه الشعريه. وجبت اكتر من نص كيلو ب10 جنيه فلفل حامي على رومي. وعندي بقى المشروم ده اهو. بصوا يعني الفرق بينه وبين الطبق ابو 25 مفيش حاجه، بسيطه. وده ب 15 جنيه حلو. لو انا حابه مثلا اعمل فراخ بالبصل، حابه اعمل شاورما شيش، حابه تعملي لحمه ببصل وتقطعيه معاها، بيتزا وتحطي معاه. بص يعني بينفع في اي حاجه. انا باخد منه، وممكن انضفه واشيله في الفريزر يبقى جاهز لاي استخدام. وجبت اهو ده جبت كيلو بطاطا ب10 جنيه. الخيار ب16 جنيه كيلو برضو. جبنا كرفس، اهم حاجه في الزيتون الاخضر الكرفس، لكن الاسود احنا مش هنحتاج له كرفس. تمام. وجبت البتنجان، خلاص مفيش بتنجان ابيض، مفيش الا المخدد ده والاسود. جبت كيلو بتنجان. تمام. هعمل محشي جنب الكرنبايه دي. الكرنبايه دي صغيره اهي، جبتها ب30 جنيه بالعافيه، عشان لسه برضو بشاير لما يبدا الشتاء يجي وكده، يعني ايه هيرخص عن كده لما يكتر. وجبت ده ربع كيلو عدس، كيلو ب50، ربع كيلو عدس ب12 ونص تقريبا. وجبت كيس ملح اهو كبير، ده بيقعد معايا الشهر كله. فلفل وكمون ناعم، انا ساعات بجيبه واحمصه واعمله انا، بس عشان ما فيش وقت جبته ناعم. البابريكا بقى اللي بجيبها دايما مدخنه وناعمه، دي بتبقى جميله قوي وبتدي لون حلو مع الاكل. وجبت كمان قالب زبده. طلبات بقى يعني معظمها طلبات الشهر. وجبت علبه سمنه. وهنا جبنا جبت مكرونه. انت لما بتجيبي الحاجات دي بتريحي نفسك طول الشهر. لو في حاجات بسيطه بتلقطيها كده واحده واحده. وجبت مكرونه تحمير اهي. وجبنا بصل برضه اهو، جبت كيلو ونص بصل على اللي عندي. وجبت بتنجان جبت كيلو بتنجان اهو، هعمله مخلل. وجبت 2 كيلو بطاطس، كيلو ب10. بتنجان برضو ده ب10. وجبت كيلو بتنجان رومي المسقعه، وجرجير، والخضره. ودي خضره وجبت معايا خضره عباره عن كزبره وشبت. الاسعار الايام دي حلوه لسه بقى، لما الشتاء يخش الاسعار ان شاء الله تبقى حلوه. ان شاء الله بكره باذن الله هبدا اعمل معاكم في الزيتون المخلل. اللي ما جابش زيتون يلحق يجيب بقى، عشان خلاص هو رايح يخليه. وده كان فيديو المشتريات النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الأسعار. خيار صابح اهو. كرفس دول ب10 جنيه، التلاتة دول ب10.